مرة تانية يا أستاذ أحمد، ومعنا الأستاذ حسن شاهين منسق حركة تمرد. وأهلا بحضرتك معنا يا أستاذ حسن. اهلا بيك يا فندم، واهلا بالاستاذ احمد طبعا. يعني بنحييك طبعا يا استاذ حسن، وبنحيي حركه تمرد على المجهود الرائع اللي بتقوم به في الشارع المصري. ما يعني علمناه مؤخرا انكم تقومون بجمع توقيعات لرفض المعونه الامريكيه، وايضا الغاء معاهده السلام بيننا وبين اسرائيل. يعني تقدر تكلمني حضرتك عن هذا الموضوع، والى اي مدى وصلتم في هذا الموضوع ايضا؟ هو الفكره ان احنا مش في معاهده سلام ما بيننا وما بين اسرائيل. بالفعل دي معاهده عقيمه، معاهده كامب ديفيد تعتبر معاهده عقيمه فرضت قيود على الاراضي المصريه في سيناء. و احنا شايفين ان في اللحظات الخطيره اللي بيمر بيها البلد في الفتره دي، ومطالب الشعب بالتحرر والاستقلال الوطني الحقيقي بتتطلب التخلص من تلك القيود في معاهده كامب ديفيد، وتخلص من قيود المعونه الامريكيه، وفكره ان يسيطر الجيش المصري والقوات المسلحه المصريه على الاراضي المصريه في سيناء بشكل كامل، وتفرض السياده الحقيقيه والطبيعيه على الاراضي المصريه في سيناء. وده هيساعدها بشكل كبير جدا في التخلص من البؤر الاجراميه والارهابيه اللي بتهدد امن وسلامه الوطن وبتهدد الامن القومي في سيناء. طيب استاذ حسن، يعني اذا سمحت لي، يعني هناك راي بيقول انه نحتفظ بمعاهده السلام ولكن يتم تغيير البنود. يعني من الممكن ان نطلب تغيير بنود الاتفاقيه بما يتفق مع المصلحه الوطنيه المصريه، بدلا من الغاء الاتفاقيه بالكامل، لانه قد يكون هناك خطر على الامن المصري ايضا في حاله الغاء هذه الوثيقه. احنا بنقول ان في اللحظه اللي امريكا بتحاول تهدد فيها مصر وبتحاول تفرض وصاية على اراده الشعب المصري، وبيان امريكا يكون مشابه ونفس كلام بيان حركه طالبان، وبيهددونا بقطع المعونه، احنا بنقول لهم ان امريكا ومعونه امريكا على جزمه الشعب المصري، واذا كنتوا انتوا بتهددونا بالمعونه فالشعب المصري مش مستني من حد معونه. فاحنا ممكن اذا من الطبيعي جدا ان احنا نعدل اتفاقيات معاهده السلام ونعدل اتفاقيات معاهده كامب ديفيد في اللحظه. طبيعي ان احنا نسمح ل كانت ان واراده الشعب المصري، وبالاخص اذا كانت الدوله دي بتعمل على حمايه الامن الاسرائيلي. فاحنا بنقول لهم اذا كنتوا انتوا بتهددونا يا امريكان بقطع المعونه، لا ده احنا مش عايزين منكم معونه، وكمان هنلغي اتفاقيه كامب ديفيد اللي انتوا فاكرين ان انتوا بتعملوا وصايه على مصر عشان تحفظوا امن اسرائيل. احنا بنقول في اللحظه دي ان القرار المصري نابع من اراده شعب مصر، وان اللحظه الحرجه اللي بيمر بيها الوطن محتاجه تضافر كل جهود الدوله وكل جهود الشعب المصري للعبور من الازمه، وان احنا نعدي المرحله الحاليه. الشعب المصري بيحترم كل شعوب العالم، والشعب المصري بيحترم كل من يحترم ارادته، لكن رسالتنا واضحه وصريحه. رسالتنا مش للشعوب، احنا بنحترم حتى الشعب الامريكي، لكن على الشعوب العالم ان هي تفضح اداراتها السيئه وتفضح اداراتها اللي بتتدخل بشكل مباشر او غير مباشر في اراده الشعوب الاخرى اللي بتطالب بديمقراطيه حقيقيه واللي بتطالب بحريه حقيقيه داخل اراضيها. بشكرك جزيل الشكر الأستاذ حسن شاهين منسق حركة تمرد. بتمنى لكم التوفيق الدائم مع